نقول ان الاخ ناصر الدويلة قرر ينسحب من الكويت الساعة 2 الفجر 2/8 قبل ان يشوف القوات العراقية، قبل ان يشتبك معهم، وانا مسؤول عن كل كلمة. الاخ ناصر الدويلة قرر ان ينسحب من الكويت الساعة 2 فجرا 2/8، الساعات الاولى اللي قلتها انا في الفلاشات. يعني القوات العراقية في الطريق، بعض المواطنين ما يدرون متى دش في العراق، العراق كان لا زال تقريبا بالروضتين. النقيب ناصر الدويلة ما اكتفى انه يروح بروحه او ينسحب بروحه، راح القاعده وقال القاعده خلينا ننسحب للسعوديه. شنو صار بالقائد يا اخوان؟ قائد كتيبه الدبابات اللي كان مع الاخ ناصر الدويلة فزع. طبعا هذا قاده منه؟ قائد كتيبه الدبابات، اقول اسمه؟ اي كل اسمه احمد الوزان. الاخ ناصر الدويلة راح لامر كتيبته وقال له خلينا ننسحب. امر كتيبته قال له يا ناصر، اسمعوا يا اهل الكويت، اسمعوا الكلمه. امر كتيبه الدبابات يقول يا ناصر هل ستترك الكويت عند اول معركه؟ ناصر ايش قال له؟ قال له ناصر الدويلة، سمعوا يا اخوان ايش قال ناصر الدويلة. ناصر الدويلة يقول له لا امل من القتال ولن تجدي نفعا ان قاتلت انت وجنودك وقتلتم. انا اقراكم بالكويتي، ما في فايده، ما في فايده، راح تموتون اذا قاتلت انت وجنودك. اذا ناصر الدويلة قاعد يحبط الروح القتاليه عند قائد الكتيبه. ناصر يقول حق المقدم ولكن ان الله انجى الامير، ان الله انجى الامير واستطعنا أن نسحب قواتنا إلى السعودية سندعم الحكومة الشرعية في السعودية. أنا أقول حق ناصر اللي تخلى عن حكومة الكويت في الكويت في أول يوم الغزو، الحكومة ما تبي يدعمها في السعودية. اللي ما يدافع عن ديرته في الساعات الأولى في اليوم اللي تعرضت فيه للغزو، الكويت ما تبيك الحكومة في السعودية. 2/8 الساعة 2 الفجر دار هذا الحوار، قبل المعركة صارت الساعة 6 الصبح.